طيب ادوات الاي اي اللي موجوده في كاب كات، خلينا نبدا واحده واحده. اول حاجه عندك هنا استابلايز ديت يعني ايه؟ استابلايز ديت يعني لو مثلا انت بتصور فيديو فيه هزه، في هزه في الفيديو، يعني مش هزه مشكله في الفيديو، لا في اهتزاز، الكاميرا عماله تتهز مثلا انت بتصور في الشارع، بتضغط على استابلايز، بيبدا هو يعمل استابلايزر للفيديو، يعني بيثبت الفيديو. طبعا هو مفيش اهتزاز هنا في الكاميرا، فمش هتلاقي فيه حاجه يعني، بس هو عموما بص اهو استابلايز ابلاي لو في حاجه هيعملها. طب الانهانس كواليتي ديت بيظبط الكواليتي بتاعه الفيديو، برضو دي تقنيه من تقنيات الاي اي اللي موجوده في كاب كات. طيب ريديوس ايمج نويز ديت عشان خاطر لو في مثلا زغلله في الفيديو او في مشكله او حاجه، بيظبطها برضو من هنا. طيب الاي اي ريموف ديت يا جماعه يعني بتيجي مثلا كده بتعلم على حاجه معينه عاوز تمسحها في الفيديو، واخد بالك، وبتعلم عليها في الفيديو كده، وبعد كده بتديله الدن ريموف، بتلاقيه عمل لها ريموف زي ما انت شايف كده وبيحمل، بتلاقيه مسحها من الفيديو. خلينا نشوف كده النتيجة اللي ممكن يطلعها لنا. هو بس بياخد شوية وقت اهو زي ما انتم شايفين، شال الحاجة اللي انا كنت معلم له عليها هنا في الفيديو. يعني لو جيت تبص على الجزء دوت، بص شالها، ده الفرق اهو. دي ادوات اي اي في كاب كات، بص الفرق، هتلاقي هنا كده، ده الفرق، ده قبل وده بعد. يعني الريموفر ديت بصراحة جامدة جدا، خاصية جامدة جدا. خليها طيب نطفيها، هتلاقي انها ظهرت زي ما انت شفت كده. بعد كده لو انت عاوز تخلي فيه مساحة او مثلا اكسبند وراك، أو تغير في مقاس الفيديو، تغير في مقاس الصورة، تخلي لك تحكمات اوسع في التصميم في الصورة، فبتقدر تعملها هنا من ال AI Expand. طبعا هي خاصية فري تقدر تستعملها، تعمل لها جنريت. مثلا لو احنا عاوزين نخلي الفيديو بالعرض مثلا بالشكل دوت، وبتعمل جنريت، تستناه ما يحمل، طبعا هياخد وقت كبير جدا. فالمقصد ان هو هيحول لك الفيديو لفيديو عرضي بالعرض بالشكل ده، هيحوله لشكل عرضي. طيب خلينا نستنى اما يحوله. زي ما انت شايف كده حول الفيديو لفيديو عرضي، ودي حاجة يعني جحدة بصراحة. انا لسه بصراحة اول مرة اطلع النتيجة دي معاكم بصراحة. بمكان يعني النتيجة جامدة جدا بصراحة. اذا حطوك بمكان غلط. هي جامدة بس يعني كانت محتاجة تتظبط شوية. انت عارف ديت لو هو بيصور على مكتب ومفيش مايك قدامه، لو مفيش مايك قدامه كده كانت هتبقى مظبوطة جامد جدا. بس لا، هي طالعة بصراحة بشكل قوي جدا. دي خاصية جامدة بصراحة، يعني شوف الفرق، خاصية قوية بصراحة. طيب خلينا نقفل AI Expand ونرجعها تاني اللي احنا كنا عاملينه. تمام، دي خاصية ال AI Expand اللي موجودة في كاب كات. طيب بعد كده عندك ال AI Remix، مثلا بتحدد زي جزء كده، وبعد كده بتكتب في الوصف هنا الحاجة اللي انت عايز تغيرها. مثلا يعني انا لو حددت التيشيرت بتاعه دوت وكتبت له مثلا اعمله بلون اخضر، هيعمله بلون اخضر. بس طبعا ديت حاجه انت بقى معتمد عليك انت، يعني في تفكيرك بقى، شوف انت عاوز تبقى تغير ايه في الفيديوهات وتعمله. بعد كده برضو بتبدا انت تحط زي وصف كده. لو انت عاوز الشخص دوت يقول كلمه معينه، او في حاجه مثلا عاوز تغيرها في الكلام اللي قاله، بس هي بتدعم الانجليزي، دي بتكتب الكلام اللي انت عاوزه يقوله، وبعد كده بتختار الصوت اللي انت عاوزه يقول بيه. طبعا ديت خدمة مدفوعة في كاب كات، فمش وقتها على ما اظن. ال AI Dialog Sense، خلينا، طبعا هو مش هيظبط هنا عشان الكاركتر مش واضحة احسن حاجة. بعد كده بقى عندك الريلايت، تبدأ تغير في الوان الشخص نفسه، تخليه غامق، تخليه ابيضاني. هو في فروق بسيطة خالص في تلوين البشرة، بس مش عارف انت شايفينها ولا لا. طبعا ديت هتنفع قوي في فيديوهات التجميل يعني.
بس دي كده نقطة ال AI في الفيديو. طيب AI ستايلز ديت بقى ايه افكتات، ويعني بص حتى مش هتشتغل على الكليب ده عشان الكليب 10 ثواني. تمام، نستنى اما يعمل جنريت. زي ما انتم شايفين كده الرجاله غيرت في لون الفيديو. طيب ديت خلينا نعمل دي مثلا برضو. بصوا في التلوين بيتغير معايا، عاوز مثلا اخليه بيض من الجنب، بيض من هنا من هنا، بيتغير معايا. طيب ماذا بعد الاوتو ريفريم؟ لو الدنيا بايظه خالص وانت مش عارف تظبط الفريم، تضغط اوتو ريفريم بيظبطهولك. الريموف فليكرز، طيب دي بتكون ايه؟ اضاءات مش مظبوطه، حاجه مش متظبطه، الدنيا بايظه في الاضاءات والتلوين، هو يبدا يظبطها لك بالذكاء الاصطناعي. اي موفمنت ديت لو انت عاوز تحركه بقى، لو انت عاوز تحرك الشخص اللي قدامك زي ما انت شايف كده. إذا حطوك بمكان غلط لفترة. طبعا انت ممكن تعملها بالانيميشن اللي هي هنا ديت، واحنا كنا قايلين قبل كده عليها، فملهاش لازمه بصراحه قوي، مش كل الاستخدامات هتبقى مفيده زي ما احنا عايزين يعني. بعد كده الكاميرا تراكنج اللي هي تحريك الكاميرا، يعني تحركها مع الوش مثلا. خلينا نعملها تحريك مع الوش، ثانيه واحده نعملها اهو. هو كده حدد الوش زي ما انتم شايفين كده. لا، نسحب ونضغط ستارت، إذا حطوك بمكان غلط هتلاقي الكاميرا تتحرك مع وشه. وديت المشاهير بتلاقيهم بيعملوها، وانت ما بتبقاش عارف هي بتتعمل ازاي، مع انها بتتعمل عادي جدا برنامج كاب كات بالذكاء الاصطناعي بتاعه، فاهمني؟ الدنيا بسيطة يعني. بتلاقيه هو عمال يتحرك والفيديو زي ما تقول ايه عمال يروح معاه ويتحرك معاه. ممكن بقى تختار ان الكاميرا تتحرك مع ايده مع جسمه فانت الكاستم ديت انت اللي تحدد بقى تتحرك فين، يعني مثلا تحدد حاجة معينة هي تتحرك معاها. ديت الكاميرا تراكنج. الموشن بلور ديت البلور ده يا جماعة ده مصطلح للضباب، اللي هو الحاجات اللي بتبقى فيها ضباب، ده مثلا بيظبطها مثلا إذا حطوك او بيحركها زي ما انتم شايفين كده. إذا حطوك بمكان غلط لفترة. هو ده الموشن بلور. بعد كده بتيجي بقى على الاي اي ستايلز ديت بقى بتبقى ايه يعني. خليني كده اوريكم ثانيه. دي بقى حاجات جديده بصراحه نازله في كاب كات. بتكتب مثلا وصف زي اللي مكتوب هنا كده وبتضغط جنريت، فبيبدا يطلع لك حاجات على الشخص اللي في الفيديو. يعني طبعا هي هتطول فهنضطر نستناها. وبيوريك الاشكال، يعني ممكن يحول لك الشخص ده اللي في الفيديو ده انيميشن. طبعا ده كله اي اي. هو طبعا ايه يا جدعان هو بيطول لان هو بيرسم انيميشن، فاللي حابب يجربه يجربه، لان بصراحه مش عارف ليه يعني حاسه هيطول قوي. لو انتوا حابين نستناه ماشي، مش حابين مش مشكله بقى عادي. طيب هو انا لغيته لان بصراحه شكله هيطول جدا و... واحنا بصراحه ما فيش وقت ان احنا نقعد نستنى فيه ده كله. عموما انت لما بتعوز تعمل شخصيه في انمي او اي حاجه بتكتب هنا وصف، ممكن تعمل راندوم يعني بشكل عشوائي، ويبدأ هو يعدل على الفيديو اللي موجود عندنا.